خطيبها عايز يكتب الكتاب وهي اللي مش عاوزه. انا مطلقه وتقدم لي حد كويس ما اتجوزش قبل كده. لما اتخطبنا اهلي كانوا مشددين علينا قوي اننا لو نزلنا مع بعض لازم يبقى اخويا او امي او اي حد معايا، ما ينفعش انزل لوحدي. وبابا كان متفق معاه ان هو يجي لنا زياره مره في الشهر، وحتى الكلام في التليفون اخره 12 بالليل. خطيبي بقى مش حابب التشدد ده خالص وعايز يكتب الكتاب، وانا اللي خايف اخد الخطوه دي، مش عارف اعمل ايه. ما تيجي نحسب. اولا تصرف اهلك صح، ان لما تيجوا تخرجوا يبقى في حد معاكم، وحتى الكلام في التليفون ده في ناس اصلا بتمنعه، فانكم تعملوا كتب الكتاب دي اصح حاجه. طالما انت واخده القرار وشايفه ان الشخص ده فعلا هو المناسب ليك ومرتاحه معاه وهيتقي ربنا فيكي، فمفيش حاجه تخوفك ان انت تاخدي الخطوه دي. الحاجه الوحيده اللي تخوفك لو انت مش واثقه فيه، مش واثقه في اخلاقه، مش حاسه ان هو ممكن يكون جوز، وساعتها اصلا ما تكمليش معاه خطوبه اساسا، مش كاتب كتاب. قول لي بقى رايك في التعليقات، المفروض هي تعمل ايه؟ تكتب الكتاب ولا لا؟ ولو عندك اي سؤال او مشكله عايزنا نناقشها مع بعض ابعت لي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في البايو. سلام.